أعزائنا الطلبة، الآن المحاضرة الثانية. كما قلنا في نهاية المحاضرة الأولى أنه سنبدأ كيفية تكوين السؤال، يعني بالوزاري الاعتيادي، يعني الأسئلة الاعتيادي أنه يعطيني سؤال ماشي ويقول لي أجب عن السؤال. هنا لا، يعطيني الجواب ويطلب من عندي أني أكون له سؤال. فشوي انتبه لي، طبعا هذا الكلام كله يخص استفهام التصديق وليس التصور. انتبه عيني وياي. شلون انا اكون سؤال؟ نجي هنا مثلا شخص جاوب لي قال لي نعم الشمس مشرقة. انا المفروض اشرح اسئله حتى هو يجاوب لي يقول لي نعم الشمس مشرقة. انتبه لعيني، انا ايش راح افكر بالامتحان؟ اجي اقول بيني وبين نفسي هو بمن جاوبني؟ جاوبني بنعم. المفروض انا اعرف لنهايه المحاضره السابقه انه نعم نستخدمها مرتين. المرة الأولى إثبات السؤال المثبت، دير بالك، إثبات السؤال المثبت. والنعم الثانية نستخدم المن نفي السؤال المنفي. انتبه لي، الأولى إثبات السؤال المثبت، الثانية مرة ثانية استخدم النعم نفي السؤال المنفي. زين أنا شلون أميز بيناتهم؟ من النعم، إذا النعم بعدها ماكو أداة نفي، لهنا نعم الشمس مشرقة ماكو أداة نفي، معنى أن هذا إثبات السؤال المثبت. لكن إذا نعم مع أداة نفي هذا نفي السؤال المنفي. نجي هنا بما أنه قال لي نعم الشمس مشرقة، هذا السؤال مثبت، أنا مخير بين أداتين، أما أستخدم هل أو أستخدم الهمزة بس بدون أداة نفي. ها دير بالك، فللسهولة أنت سبحان الله من تستخدمها هو السؤال أوتوماتيكيا يطلع من عندك يعني صحيح. هل الشمس مشرقة؟ قبل ايش اقول له؟ عفوا نعم الشمس مشرقة، جاوبني ايش راح اقول له؟ راح اقول له هل الشمس مشرقة؟ فهنا مجرد اثبات اقول له هل الشمس مشرقة واخلي علامة استفهام. زين، نعم قلنا حروف الجواب نعم اجل اي، بس لازم اباوع بعدها، لازم ماكو اداة نفي. هذا السؤال استخدم بالاجابه نعم، هنا استخدم اجل، ما عندي اي اشكال بيناتهم. زين، ايضا لازم اباوع بعده، بما انه ما موجود اداه نفي اذا ايضا استخدم هل. ممكن الهمزه ما عندي اي اشكال، اقول له سؤالي اقول له هل عاد المسافر الى ارض الوطن؟ راح يجاوبني اجل عاد المسافر الى ارض الوطن. زين، اللي جوا هذا السؤالين في حالة الإثبات. السؤالين هسه اللي جتنا هذا السؤال وهذا السؤال هو سؤال مثبت لكن جوابه بحالة نفي. ليش حالة نفي؟ لأنه هو مش مستخدم أداة النفي لا، والمفروض أن أعرف أن اللا والكلا لما تستخدم لا والكلا تستخدم لنفي السؤال المثبت. نفي السؤال المثبت، دير بالك، لا والكلا نفي السؤال المثبت، فلازم بعدها موجود وحده من ادوات النفي. نجي هنا لا لم يخسر المنتخب، بما ان استخدم لا، انت قلت لك شغله من يعني على الفطره مالتك من رب العالمين، مجرد تستخدم هل هو السؤال يطلع لك اوتوماتيكيا. لا لم يفز المنتخب، اسال بهل، قول هل فاز المنتخب؟ هل فاز المنتخب الوطني؟ والجواب لا لم يفز المنتخب الوطني. حسنا لا لن اخذل صديقي، اذا واحد جاوبني قال لي لا لن اخذل صديقي، المفروض انا ايش راح اساله؟ ايضا قلت لك تستخدم هل. ممكن الهمزه ما عندي اشكال بس يفضل هل، بس شغله تنويه صغير انه مستخدم لن. لن دائما تدل على المستقبل، فاحنا اذا نريد نسال بلن يعني جوابنا بلن لازم من نريد نساله نستخدم حرف يدل على المستقبل، واحنا عندنا حرفين تدل على المستقبل اللي هي السين وسوف. فبما انه هو جاوبني لا لن اخذل صديقي يقصد بالمستقبل، فلازم انا اجاوب له يعني اساله سؤال بصيغه المستقبل. فايش راح اساله؟ انا اقول له هل ستخذل صديقك؟
أو أقدر أسأله هل سوف تخذل صديقك؟ الجواب لا، لن أخذل صديقي. لحد الآن بالوزارة الأسئلة الوزارية حسب علمي يعني اللي سنوات طويلة لحد الآن ما جايبين هذا الصيغة من يعني هذا النمط، يعني إن السؤال يبدي بنعم. دائما بالوزارة على من يركزون على هذا. فعيني شوية انتبه لي هنا شغلة كلش مهمة، لأن أكثر الأسئلة الوزارية يجيبون بها بلا. مثل ما عرفنا إنه بلا شو وقت استخدمها للجواب؟ انتبه لي، بلا تستخدم لإثبات السؤال المنفي. إثبات السؤال المنفي يعني موجود بعد الهمزة واحدة من أدوات النفي، وأخذنا أن أدوات النفي اللي تأتي بعد الهمزة هي 7 أدوات. زين، أنا من يعطيني سؤال هل أنا أجاوب كيفي؟ يعني أخلي أداة النفي باللي يعجبني، لو أخلي أداة النفي حسب الزمن مالت السؤال؟ أكيد حسب الزمن مالت السؤال. شلون يعني؟ انتبه وياي. انطاني هاي الأجوبة قدامي، بما تبدي بلا هذه الجمل أو الأجوبة، يعني هذا جواب ما بيها مجال. أنا إيش راح أقول بيني وبين نفسي؟ هو بي من جاوبني ببلا. إذا لازم تكون أداة النفي الهمزة. دير بالك عيني، بما أن الجواب ببلا لازم تكون أداة النفي أداة الاستفهام. تبع عيني، بما أنه جاوبني بلا، أنا المفروض شنو اللي أعرفه؟ إنه بلا لما تستخدم لإثبات السؤال المنفي. فمعناها إنه بما أنه بلا هنا انتبه عيني، هذه بلا جاوبني بلا، أنا لازم أستخدم أداة استفهام الهمزة، ولازم بعد الهمزة واحدة من أداة نفي. أداة نفي. تبي عزيز طالب، بما أنه سألني ببلا لازم استخدم الهمزة، ولازم بعد الهمزة واحدة من أدوات النفي. زين، أداة النفي قلنا لكم مو بكيفي، حسب زمن الجملة. يعني فعلى مود تكتبها كملاحظة إنه إذا كان جوابي بلا يجب أن نستخدم الهمزة. زين، مع الهمزة ماذا؟ واحدة من أدوات النفي. أداة النفي على شنو تعتمد؟ انتبه لي هنا، تعتمد على الكلمة التي بعد بلا بالجواب. بس الكلمة مو أقصد هذا الضمير، لا، اللي بعد الضمير. يعني أجي على كلمة مسافر، أقول هذا مسافر اسم لو فعل. راح أعطيك شغلة بسيطة على مود ما تستعجل، لأن الطالب إذا استعجل بالوزاري حرامات تروح من عنده درجة. مع العلم عدة الأسلحة والأدوات مالته هي أدوات بسيطة، اللي هي كلمة مسافر أقول هذا اسم لو فعل، أستخدم قد. إذا قبلت قد هذه الكلمة يعني فعل، إذا ما قبلت قد يعني اسم. بما أنه قد مسافر ما يجوز كلفظا خطأ، إذن هذا اسم. انتبه لي، بما أن مسافر هذا اسم، القاعدة ماذا تقول؟ تقول إن إذا كان بعد بلا اسم يجب أن نستخدم أداة النفي ليس. لازم تكون أداة النفي ليس. بس انتبه لي شغلة مهمة، هذا الشخص جاوبني إذا يقول لي بلا أنا مسافر، إذا لازم أسأله هو قدامي. بلا خليت الهمزة. زين، بعد بلا لازم ليس. من أسأل شخص من يقول لي أنا أقول له ألست. انتبه لي هنا، هاي الأنا راح يصير هاي التاء للمخاطب. فقال لي بلا أنا مسافر أقول له ألست. ولا تنسون ليس راح ناخذ إن شاء الله بالنفي، ليس من أخوات كان ترفع المبتدأ اسما لها، اللي هنا اسمها صار التاء، وتنصب الخبر خبرا لها، فصير ألست مسافرا، وخلي علامة استفهام. نجي هنا بلا نحن مسافرون، قلت لك الضمير ما عليك بيه. مسافرون، بما أن مسافرون اسم، إذا لازم تكون أداة النفي أيضا ليس. وهنا الشغلة المهمة، من أشخاص دا يقولوا لي بلا نحن مسافرون، يعني هم أشخاص قدامي دا أتحدث وياهم، فمن أسألهم أيضا أسألهم بليس، باعتبار اللي بعده اسم. بس النحن ايش راح أسألهم؟ أنا راح أقول لهم ألستم. هذه الهمزة أقول لهم ألستم.
هنا مسافرون مرفوعة يدخل عليها ليس باعتباره هو الخبر، يصير ألستم مسافرين وعلامة استفهام. فالنقطة الأولى أنه إذا كان بعد ليس اسم بعد بلا اسم فيجب أن نستخدم أداة النفي ليس. نجي على النقطة اللي بعدها هذه. بلا فاز المنتخب، واحد سأل الجواب مالته بلا فاز المنتخب، المفروض أنا إيش أسأله؟ انتبه لعيني. نفس الكلام، بما أنه جاوبني ببلا إذا لازم استخدم الهمزة ولازم بعد الهمزة أداة نفي. أجي فاز قد فاز إذا هو فعل، بما أنه فعل بعد ما يجوز استخدم ليس. أجي على فاز أقول فعل ماضي لو مضارع، ما استعجل بالوزاري بابا. يعني الشغله اللي توقع الطالب هو الاستعجال، بالعجله الندامه، معروف هاي. بالوزاري بس تستعجل راحت من عندك الدرجه. ليش؟ لانه الوقت 3 ساعات ونص، وقت كلش كافي. بالقواعد اقل ماده تكتب بها بالسادس ترى هي القواعد. يعني افكر لي في 4-5 دقائق اكتب لي لو كلمه لو كلمتين لو بالزياده سطر واحد، فابد لا تستعجل. اجي هنا اقول قد فاز، قبل قد اذا هو فعل، زين قاعدتنا لازم نعرف هذا الفعل ماضي لو مضارع. اقول له سوف فاز، اللي قبل سوف فعل مضارع ما تصير، اذا هذا فعل ماض. بما انه فاز فعل ماض، قاعده ماذا تقول؟ انتبه لي، انه اذا بعد بلا فعل ماض يجب ان نستخدم اداه النفي لم، لان سؤاله بالماضي اذا الان لازم جوابه بالماضي لازم ايضا اسئله بالماضي. والقاعده ان شاء الله ناخذها بالنفي انه لم من تدخل على الفعل المضارع تقلب الزمن ما تترجع الى الماضي المنقطع. فهو جاوبني قال لي بلا فاز المنتخب، انا المفروض شنو اسئله؟ اقول له الم يفز المنتخب؟ انتبه هنا عيني، ألم يفز المفروض لم أداة جزم، هذا فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون، المفروض أنا أخلي. بما أنه المنتخب يبدي بسكون التقى ساكنين لازم أخليه كسرة بسبب التقاء الساكنين، فيكون فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه الكسرة بدل السكون لالتقاء الساكنين. فصل ألم يفز المنتخب، هو جاوبني بلا فاز المنتخب. زين، نجي لي على اللي بعده، بس شوي انتبه على اللي بعده كلش مهمه. بلا قد فاز، بما انه ورا بلا قد يعني اوتوماتيكيا هو فعل. زين، فاز سوف فاز ما يصير انه فعل ماضي كما فاز اللي فوقها. زين انتبه لي، الفرق بين هذه فاز الاولى والثانيه انه موجوده قد، وبما ان قد يعني هذا الزمن ماضي لكن ماضي مستمر قريب للحاضر، فإذا بعد بلا قد زاد فعل ماضي شوي انتبه لي نحذف قد نستخدم أداة النفي لما. بس شغلة مهمة، لازم أحول هذا الفعل الماضي إلى مضارع. فايش راح يصير السؤال؟ أقول له لما يفز المنتخب، لما يفز المنتخب، وأيضا كسرة لالتقاء الساكنين. فإذا بعد بلا قد زائد فعل ماضي نستخدم لما زائد فعل مضارع. دير بالك على هذه الفقرة، ما يصير تبقي فعل ماضي، لأن هذه لما راح تصير لما حينية اللي راح ناخذها إن شاء الله بالنفي. نجي الجواب قبل الأخير، جاوبني بلا سوف يفوز. سوف دلالة على المستقبل، ممكن يقول لي بلا سيفوز، ممكن سيفوز. السين والسوف يدل على المستقبل، إذا لازم نستخدم أداة النفي لن كما ذكرناها قبل شوية هنا. فلازم أسئلة أقول له ألن يفوز المنتخب؟ جوابه بلا سوف يفوز المنتخب. وآخر الجمل إن شاء الله إنه بلا يفوز، يفوز فعل مضارع والسين والسوف ما موجودة، دلالة عن زمن الفعل يدل على الحاضر والمستقبل، فأداة النفي تنفي الحاضر والمستقبل اللي هي لا. فأسئلة أقول له ألا
يفوز المنتخب. جوابه بلى يفوز المنتخب. زين، هسه ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ امثله على النوع الاخر من الاستفهام اللي هو استفهام التصور، حتى يكون الموضوع بسيط جدا لك عزيزي الطالب. اعزائنا الطلبه، عندنا النوع الاخر من الاستفهام الحقيقي، اللي قلنا الاول تصديق، الان استفهام تصور. انتبه لعيني. استفهام التصور له ايضا اسم اخر اللي هو يسمى استفهام ادراك المفرد. هذا الاسم يعني ما نحتاج من استخدام استفهام التصور. لماذا تصور؟ لأنه يجاب عنه بالتعيين. انتبه عيني، تعيين حالة من حالتين أو أكثر. يعني شنو معناها؟ مثلا أقول لك الكيمياء قرأت أم الفيزياء أم الأحياء أم الرياضيات، تختار واحد من عندها. انتبه وياي، أنا المفروض شنو اللي أعرفه؟ أن استفهام التصور يا أدوات نستخدم له من الحروف ومن الأسماء. انتبه هنا، يتم استفهام التصور بهمزة الاستفهام مع أم المعادلة. لازم أم المعادلة موجودة ويا الهمزة. بعد وجميع أسماء الاستفهام. يعني من الطاني سؤال قال لي ما نوع الاستفهام؟ باوعت لقيت الهمزة، لازم أباوع في جملة الهمزة. إذا ما موجودة أم المعادلة فهو تصديق اللي أخذناه، لكن إذا الهمزة مع أم المعادلة فالاستفهام تصور. انتبه لي في الشغله مهمه هنا، احنا مو قلنا ان استفهام التصور نستخدم له نوع من الادوات، اما الهمزه مع ام المعادله او جميع اسماء الاستفهام، فالشغله مهمه. اذا قال لي ما نوع الاستفهام؟ تصور. اذا قال لي لماذا؟ ايش راح اجاوبه؟ اذا اسم استفهام ماشي، راح اقول له السبب لانه يجاب عنه بالتعيين. لكن اذا الاستفهام تصور بالهمزه مع ام المعادله، قال لي لماذا استفهام تصور؟ اقول له لانه يجاب عنه بالتعيين واضيف وياها ووجود ام المعادله. يجاب عنه بالتعيين بعد ووجود ام المعادله. نيجي ناخذ امثله وزاريه. انتبه لعيني. نفترض بالوزاري قرروا هاي السنه يجيبون اسئله صعبه. شو يجيبوا لكم الاسئله الصعبه؟ يجيبوا لكم الايات القرانيه اللي بيها شنو؟ اللي بيها ادغام. فعيني عندك 3 ايات قرانيه كلش مهمه. طالبنا الاعتيادي خاصه بالامتحان الوزاري عنده يصير ارباك مع الاسف. يعني هو يقوم ما يثق بنفسه، بحيث انه اذا شاف طالب وخاصه الطالب الشاطر انه من يمسح الدفتر قدامه راح كل الثقه تنهز، بعد ما يصير عنده اي ثقه بنفسه. مع هذا الشيء كلش خطا. انا ما دام المدرس درسني قال لي بابا اذا جاك السؤال الفلاني افكر بالطريقه الفلانيه، بما انا دا اطبق اللي دا يقوله الاستاذ، اذا خلص انا ما علي بالطالب الفلاني ليش مسح الدفتر مالته، ليش دا يرتبك، ليش دا يبكي مثلا اذا طالبه. انا اللي علي بنفسي انه الاستاذ قال لي من تريد تجاوب تمشي على الطريقه 1 2 3، طبقت 1 2 3 مباشره اخذ الدرجه اللي اريدها بعد بمعزل على بقيه الطلبه. فانتبه وياي، هاي الاسئله ال3 كلش مهمه. اللي الايه القرانيه الاولى قال تعالى افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه. بالامتحان الوزاري الكتاب السوداء كليتها الاسئله السوداء والورقه بيضاء ماشي، ما يغير لك لون الكلمه حتى يقول لك ركز لي على هذه الكلمه. فعيني انتبه لي، هاي الايات ال3 ذني لازم تحفظ الحل مالته اللي هو شنو؟ ما نوع الاستفهام؟ قلنا اول شيء نحدد الاداه. منو اداه الاستفهام هنا؟ موجوده الهمزه. زين، انا بيني وبين نفسي ايش راح اقول؟ اقول اذا بعد الهمزه موجوده ام المعادله فهو تصور، ما موجوده ام المعادله يعني تصديق. اجي افمن يلقى في النار خير، المستعجل الطالب المستعجل شو يقول؟ ماكو ام المعادله، اذا قبل تصديق. لماذا؟ يجاب عنه باحد احرف الجواب، راحت من عنده درجتين. بعدين يقول المصححين ظلموني وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. لا تظلم نفسك، يعني لا تستعجل. الهمزه موجوده ام المعادله لو لا؟ انا المفروض حافظ ان الجمل 3. هذه الشغله المهمه. امن، دير بالك بابا، هاي امن من مكونه؟ مكونه من
أم المعادلة مع من الاسم الموصول. يعني هذا الاستفهام هذا تصور وليس تصديق، دير بالك. كذلك هذا أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. كذلك هذه أمن نفس هذه، فاثنيناتهم نوع الاستفهام تصور. لماذا تصور؟ لأنه يجاب عنه بالتعيين ووجود أم المعادلة. انتبه لهنا، هذه الآية الأخرى هاي بها لوفتين مو لوفة واحدة، دير بالك، انتبه لي زين. الله خير أما يشركون، اللوفة الأولى هذه الله المدة. إن شاء الله بعد هذا الموضوع ايش راح ناخذ خصائص الهمزة، يعني مميزات الهمزة. من خصائص الهمزة أن الهمزة تحذف من الجملة، فإذا ما موجودة أقول خصيصتها حذفت من الجملة. الطالب إذا ما قارئ هذه الآية القرآنية يقول ما موجودة الهمزة إذن خصيصتها حذفت، راحت من عدة درجة حرامات. فأنا أحفظ هذه الآية الله، هذه المادة من مكونة من همزات اثنين. الهمزة الأولى اللي هي همزة الاستفهام، هذه استفهام، بينما الهمزة الثانية همزة لفظ الجلالة الله، هذه الثانية همزة لفظ الجلالة. لهذا تكون المدة هذا، فهمزات اثنين صارت مدة، فهذه الهمزة ما محذوفة. هذه اللوفة الأولى. الشغلة الثانية أما يشركون، أما من مكونة؟ أيضا أما مكونة من شغلتين. الشغلة الأولى مكونة من أم المعادلة، بعد وما الاسم الموصول. يعني هنا أيضا استفهام تصور. لماذا؟ لأنه يجاب عنه بالتعيين ووجود أم المعادلة. فبابا انتبه لي، ذن الآيات الثلاثة استفهام تصور وليس تصديق، ماشي؟ مو مثل الأبيات الشعرية. طبعا الإدغام فقط يكون بالآيات القرآنية، بالأبيات الشعرية ما يجوز الشاعر يدغم. انتبهوا يعني. نجي قال أحمد المنعي أنت تيه أم هدى، أنت نور أم ملك، وسقيتني من كأس روحك ثم قلت أأثملك. انطاني هذا البيت الشعري، نفترض كان السؤال ما نوع الاستفهام، المفروض يخلي لي 3 درجات. ليش؟ ما نوع الاستفهام يعني مطلب واحد، باوعت 3 درجات، ده يقول لي انتبه تركوا 3 استفهامات بالجملة. أو ممكن شو يقول لك ما نوع الاستفهام الأول والثالث. ليش اختار الأول والثالث؟ معناها أن الثاني يشبه الأول. نيجي نفكر، نحدد أداة الاستفهام الهمزة. أقول بيني وبين نفسي إذا أم المعادلة ما موجودة تصديق، أم المعادلة موجودة تصور، أجي باوع أنت تيه أم هدى، هذه علامة الاستفهام. موجودة أم المعادلة، إذن أقول له نوع الاستفهام تصور. لماذا تصور؟ أقول له لأنه يجاب عنه بالتعيين ووجود أم المعادلة. زين. أأنت نور أم ملك، موجود أم المعادلة، إذن أيضا نوع الاستفهام تصور. نجي الشطر الثاني وسقيتني من كأس روحك ثم قلت أأثملك، هذه الهمزة، لكن بعد الهمزة ما موجودة أم المعادلة، إذن هذا الاستفهام تصديق وليس تصور. نأخذ الجملة الأخرى. قال البارودي أبابل رأت العين أم هذه مصر، الهمزة مع أم المعادلة، إذن أيضا الاستفهام تصور. لماذا تصور؟ قلنا يجاب عنه بالتعيين ووجود أم المعادلة. انتبه لي عزيز الطالب. قال ابن الرومي قال لي كيف أنت؟ قلت عليل. كيف أنت؟ قلت عليل. بما أن
أداة الاستفهام هو اسم استفهام، إذا مباشرة الاستفهام تصور. لماذا تصور؟ أقول له فقط لأنه يجاب عنه بالتعيين. كذلك قال ابن الفارض: أوميض برق بالأبيرق لاحا أم في ربا نجد أرى مصباحا. موجودة أم المعادلة، إذن أيضا استفهام تصور. وآخر الجمل قال العرجي: بالله يا ظبيات القاع كن لنا ليلاي من كن أم ليلى من البشر. هنا بس معلومة لك إن الهمزة محذوفة، إن شاء الله ناخذها بخصائص الهمزة. فالهمزة موجودة أم المعادلة موجودة، إذا نوع الاستفهام تصور. لماذا تصور؟ أيضا يجاب عنه بالتعيين ووجود أم المعادلة. زين، هسه ايش راح ناخذ؟ راح ناخذ انه اذا كان الاستفهام تصديق شلون انا احوله الى تصور، واذا تصور شلون احوله الى تصديق. كصيغه السؤال بالوزاري يقول لي ما نوع الاستفهام ثم اجعله النوع الاخر، او خلينا نقول صيغه اخرى يقول ما نوع الاستفهام ثم اجعله يجاب عنه بالتعيين، يعني هو تصديق اريد احوله الى تصور. فهسه راح ناخذ هذا بشغل يعني في شكل مبسط جدا ان شاء الله. اعزائنا الطلبه، الان ناخذ موضوع انه شلون انا احول استفهام التصديق الى تصور، وشلون احول استفهام التصور الى تصديق. موضوع كلش بسيط ترى، انتبهوا وياي. جمله: هل سافر اخوك الى تركيا؟ احنا اتفقنا انه اذا مجرد وجدنا هل يعني قبل استفهام تصديق. قال لي لماذا تصديق؟ اقول له اجابه عنه باحد احرف الجواب. ايش راد مني هنا؟ قال لي اجعل الاستفهام النوع الاخر. يعني ايش راح احوله؟ راح احوله الى تصور. اجي هنا اقول انه هل هي تجي بالتصور؟ لا. اذا اول فقره لازم احذف هل واستخدم مكان هل الهمزه مع ام المعادله. زين، انتبه لي شغله مهمه. ام المعادله لماذا سميت بام المعادله؟ لانها تعادل الكلمه التي بعدها مع الكلمه التي بعد الهمزه. شنو يعني تعادل؟ يعني اذا بعد الهمزه اسم يعني لازم وراء ام المعادله اسم، اذا بعد الهمزه شبه جمله لازم بعد ام المعادله شبه جمله، اذا بعد ام المعادله فعل لازم وراء الهمزه فعل، يعني تعادل لازم تساويها. نجي هنا في الشغله كلش مهمه. هل سافر اخوك الى تركيا؟ انتبه لعيني. سافر فعل، اخوك اسم، الى تركيا شبه جمله. زين، القاعده الاساسيه دائما احنا من نسال بهل دائما سؤالنا على الكلمه الاخيره. يعني من شخص يسالني يقول لي هل سافر اخوك الى تركيا، معناها انه يعرف انه اخوي مسافر، بس يريد يسال يقول لي الى يعني رايح تركيا ولا ما رايح. فالمفروض اذا بدي احول الاستفهام الى تصور شنو اللي اسويه؟ اقدم الى تركيا، اقول له أإلى تركيا سافر اخوك ام. لازم اجيب عكس تركيا. شنو قصدي عكس تركيا؟ يعني دوله ثانيه. ام اقول مثلا الى مصر، علامه استفهام. زين، نفترض طالب من الطلاب شنو اللي سواه؟ ما اجى بباله انه يقدم ويأخر، يعني ما اجى بباله يقدم تركيا ولازم يجيب المعاكس مال تركيا. شنو اللي جاوب؟ ايش قال؟ قال سافر اخوك الى تركيا ام، يعني ما قدم تركيا. المفروض هنا ايش راح يكون الجواب؟ انتبه لي شغله مهمه، لازم اجيب المعاكس مال سافر اخليها بعد ام المعادله. ما يجوز لباقي الخطا من يعني الاجوبه الخطا ان الطالب شو يسوي؟ يقول اسافر اخوك الى تركيا ام الى مصر. هذا خطا السؤال. ليش؟ لان هذه ام المعادله، الى مصر شبه جمله، لازم اخلي بعد الهمزه شبه جمله. فاذا خلينا نقول مثل الطالب يخطا خطا مرتب بحيث بالوزاره المصححين يعطوه صح، لانه يقول لك يجعل استفهام النوع الاخر يعني تصور، يعني مو الا بالضبط الاجابه تكون نفس ما يريد. يعني اقول له اسافر اخوك الى تركيا، عكس سافر عندي بخيارين.
اما العكس بالمعنى، يعني اقول له اسافر اخوك الى تركيا ام بقي، يعني ما سافر. او اقول له اسافر اخوك الى تركيا، استخدم اداه نفي ام لم يسافر، ام لم يسافر، وخلي علامه استفهام. نفترض طالب ثاني بدل ما يقدم الى تركيا لا قدم اخوك. ايش قال يعني؟ قال اخوك سافر الى تركيا ام. شنو اللي سوى؟ انه قدم اخوك. بما انه قدم اخوك لازم تجيب المعاكس مالت الاخ بعد ام المعادله. المعاكس ايش نقصد؟ اما تقول اختك او ابوك، فاقول له اخوك سافر الى تركيا ام ابوك. حتى شنو؟ حتى يكون اسم باسم، هنا فعل بفعل وهنا شبه جمله بشبه جمله. نفس الكلام راح نطبقه هنا. أقال الشاهد الصدق. انتبهوا، هنا أداة الاستفهام الهمزة تجيني بالتصديق تجيني بالتصور، إذا تبقى الهمزة نفسها، خليت الهمزة، هذه الهمزة، ولازم استخدم أم المعادلة. نفس الكلام، انتبه لعيني. قال فعل، الشاهد اسم، والصدق اسم. المفروض أنا ايش راح أجاوب؟ لازم أقدم الصدق، أقول الصدق، الصدق. قال الشاهد أم. المعاكس مالت الصدق هو الكذب. زين، إذا طالب ما يعرف المعاكس مالت الصدق استخدم أداة نفي. بما أنه الصدق اسم استخدم ليس أم ليس الصدق، ما عندي أي إشكال، ماشي عيني. إذا نفترض افتراض ثاني أن الطالب قدم بس ما قدم كلمة الصدق، قدم كلمة الشاهد، ايش راح يكون الجواب؟ اقول له الشاهد قال الصدق ام. عكس الشاهد خلينا نقول المجرم او المتهم او المحامي، هم ماكو اي اشكال. زين، اذا قدم اقال الشاهد، نفس هذا اقال الشاهد الصدق، لازم اقول ام. عكس قال اقول ام سكت، أو أقال الشاهد الصدق أم لم يقل. ماشي عيني؟ هذا تحويل استفهام التصديق إلى تصور. خلاصة مالته، دير بالك إذا هل موجودة لازم تحذف هل، لأن هل تجي فقط بالتصديق ما تجي بالتصور. بعدين نستخدمها من المعادلة، أجيبها من عندي، أجيب المعاكس لما بعد الهمزة أخليه بعد أم المعادلة. الأسهل هو هذا. شلون احول استفهام التصور احوله الى تصديق؟ انا شلون عرفت استفهام تصور؟ لان موجوده الهمزه مع ام المعادله. شلون احوله الى تصديق؟ سهوله، فقط نحذف ام المعادله وما بعدها واخلي علامه استفهام. اقول له اعلمت ما حصل، وعلامة استفهام. زين استاذ يصير استخدم الهل واحذف الهمزة؟ ما عندي اي اشكال، ممكن ابقي الهمزة، ممكن استخدم هل، ماكو اشكال. هل علمت ما حصل، واخلي علامة استفهام. أإلى المدرسة تذهب أم إلى المعهد؟ هذا استفهام تصور باعتبار الهمزة وأم المعادلة. شلون احوله الى تصديق؟ ابقي الهمزه او اخلي هل، ما عندي اي اشكال. نحذف ام المعادله وما بعدها، بس يفضل تقول له اتذهب الى المدرسه، اتذهب الى المدرسه. عزيزي الطالب، خلصنا ان شلون نحول استفهام التصديق الى تصور والتصور الى تصديق. اخر الموضوع انه الاستفهام التصور همزة الاستفهام مع منو؟ مع أم المعادلة. زين، احنا باللغة العربية عندنا اثنين أم، عندنا أم المعادلة وعندنا الأم الثانية اللي هي المنفردة المنقطعة.
فلازم اعرف منو هذه الام حتى اعرف شنو نوع الاستفهام. بملخص بسيط راح اوضح لك اياه وكلش بسيط هسه شوفها. عزيز الطالب، عندنا ام باللغه العربيه نوعين، انتبه لي، نوعين ام، كل نوع من النوعين لها 3 اسماء. نيجي على النوع الاول، ام المعادله، لها اسم ثاني، هي نفس المعادله متصله، لها اسم ثالث العاطفه. زين ليش يسموها عاطفه؟ لان هي من نريد نعربها حرف عطف، فسواء استخدمت معادله او متصله او عاطفه هي نفس ام المعادله. النوع الثاني هم له 3 اسماء، منفرده، ايضا نفسها تسمى منقطعه، ونفسها تسمى ابتدائيه لان هي تعرف حرف ابتداء بمعنى بل. زين اذا اعطاني جمله قال لي نفترض ما نوع ام او ماذا تسمى ام، او ممكن يسالني ما نوع الاستفهام. انا اعرف استفهام التصور، الهمزه الاستفهام مع منو؟ مع ام المعادله. زين اذا ما كانت ام المعادله شلون؟ فهسه شلون نعرف اميز بين ام المعادله وام المنفرده؟ نجي نعرف شغله كلش بسيطه. عندنا ام المعادله بس احفظ هذه، تاتي مع منو؟ تاتي مع استفهام مع همزه الاستفهام، بعد بشرط ان يكون الاستفهام مثبت. خلاصه انتبه وياي، هي تجي مو بس همزه الاستفهام، وهي شغله ثانيه، وهي همزه النوع الاخر، بس انتبه لي. من يعطيني جمله قال لي ما نوع ام، شلون اعرف هذه اللي قدامي هي ام المعادله؟ شغله كلش بسيطه، لازم تباوع قبلها موجوده الهمزه، همزه مو الا همزه الاستفهام، لان عندنا همزه ثانيه اللي هي همزه التسويه. لازم قبل ام المعادله موجوده همزه، ولازم بعد الهمزه مباشره ماكو اداه نفي، لهذا قلنا الاستفهام يكون مثبت. خلاص انتبه لعيني، شلون اعرف هذه ام المعادله؟ لازم قبلها موجود همزه، ولازم من باوع بعد الهمزه مباشره ماكو اداه نفي، هذه ام المعادله. زين شلون اعرف ام الثانيه اللي هي المنفرده؟ انتبه لي، اذا قبلها موجود همزه لكن بعد الهمزه اداه نفي هذه منفرده. انتبه لي، همزه موجوده بس ورا الهمزه موجود اداه نفي، هاي ام المنفرده المنقطعه، هاي واحد. اذا باوعت قبلها وجدت هل، ايضا هذه منفرده منقطعه، هاي اثنين. اذا باوعت قبلها لقيت اسم استفهام، اذن ايضا منفرده. فتكون ام المنفرده بثلاث حالات، اما همزه الاستفهام بس وياها اداه نفي، او هل موجوده، او اسم استفهام موجود. زين منو ام المعادله؟ انتبه لي، شغلتين، لازم قبلها موجود همزه سواء كانت همزه تسويه او همزه استفهام، ولازم بعد الهمزه مباشره ماكو اداه نفي. نجي هذا الكلام على الجمل نطبقه. شوف هنا عيني، قال تعالى أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. إذا قال لي ما نوع الاستفهام، أنا باوعت لقيت الهمزة، المفروض اللي أعرفه إذا موجود أم المعادلة تصور، لكن إذا ما موجود أم المعادلة يعني هذه الأم مو المعادلة، هذا استفهام تصديق. زين هذه أم شلون أعرف قلنا معادلة؟ قبلها همزه، بما انه بعد الهمزه ما موجود اداه نفي اذا هاي ام المعادله، اذا نوع الاستفهام تصور. مثال اخر، ليبلوني يعني يختبرني، ليبلوني أأشكر ام اكفر. شلون اعرف ام المعادله؟ قبلها همزه، بعد الهمزه ماكو اداه نفي، اذا هذه ام المعادله. مثال ثالث، قل أذلك خير أم جنة الخلد. هذه الهمزة بعدها ماكو أداة نفي، إذن هذه الأم هي معادلة. هذه الشغلة الأولى، هذه جاءت مع منو؟ مع همزة الاستفهام. تجينا همزة ثانية اللي هي منو؟ همزة التسوية. نجينا منو هذه همزة التسوية؟ انتبه لي، تأتي بعد همزة التسوية نحكي على أم المعادلة، وهذه الهمزه نتحدث هسه على منو؟ على همزه التسويه. منو هذه همزه التسويه؟ تاتي بعد كلمه سواء، يعني من تباوع قبل الهمزه اذا لقيت كلمه سواء هذه الهمزه هي همزه تسويه. ناخذ مثال،
قال تعالى إن الذين كفروا سواء، هذه سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. دير بالك فد فقرة مهمة، احنا كلامنا يم أم، بما أن هذه أم قبلها همزة، بعد الهمزة ماكو أداة نفي، إذن هذه معادلة، أم المعادلة. لكن الشغلة المهمة، هذه الهمزة تسمى همزة التسوية. لماذا سميت بهمزة التسوية؟ لأنها سبقت بماذا؟ بكلمة سواء. بعد وين أدري، شوفنا همزة التسوية تأتي مع منو؟ همزة التسوية ده نحكي، انتبه لعيني، تأتي مع الفعلين المنفيين أدري وأبالي، وممكن ليت شعري، إن ليت شعري بيجيب لكم إياها. وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، كلامنا يمنو؟ أم المعادلة. شلون أعرف أم المعادلة؟ تسبق بهمزة، هذه الهمزة بعدها ماكو نفي، إذن هذه معادلة. لكن إذا سألني ماذا تسمى الهمزة؟ هذه همزة التسوية. ليش همزة التسوية؟ لأنها سبقت بالفعل أدري المنفي، وإن هذا إن نافية غير عاملة. كذلك ولست أبالي، قول المتنبي لست أبالي ما يهمني، يعني بعد إدراك العلا أكان تراثا ما تناولته أم كسبا. أم هذه موجودة، شلون أعرف أم المعادلة؟ بما أنها سبقت بهمزة وبعد الهمزة ما موجود أداة نفي، إذن هذه أم المعادلة. لكن إذا سألني ماذا تسمى الهمزة؟ هذه همزة التسوية. زين، أنا شلون عرفت همزة التسوية؟ لأنها سبقت بالفعل أبالي المنفي. ماشي؟ زين، نجي على المنفردة. قلت لك الأم المنفردة تجي بثلاث شغلات، أما مع همزة الاستفهام للسؤال المنفي، أو مع هل، أو مع اسم استفهام. نجي ناخذ أمثلة. أم المنفردة المنقطعة اللي قلنا تسمى الاسم الثالث الابتدائية، تأتي مع حرف الاستفهام هل. قال عنترة هل غادر الشعراء من متردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي. مجرد هل يعني هذا استفهام تصديق، وأكيد استفهام التصديق ما تجي ويا أم، إذن هذه أم المنفردة، هذه منفردة وليست أم المعادلة. بعد أحبابنا، أدي بالكم هذه الهمزة همزة نداء، يعني يا أحبابنا. أحبابنا هل بقربكم أمل أم هل بوصلكم أرى سببا. بمجرد موجود هل يعني هذه أم منفردة وليست أم المعادلة بسبب وجود هل. عزيزي الطالب، الجملة الأخرى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات أو النور. بما أنه هل موجودة يعني هذه الأم منفردة منقطعة وليست أم المعادلة. بعد قلنا أول مرة تأتي أم المنفردة مع هل، تجينا أيضا أم المنفردة مع همزة الاستفهام، لكن يكون السؤال منفي، يعني بعد الهمزة موجود إحدى من أدوات النفي، هذه الهمزة، لكن لا هذه أداة نفي. فبما أن الهمزة مع أداة النفي يعني أم الموجودة أيضا هذه منفردة منقطعة وليست أم المعادلة. ماشي؟ عندنا قاعدة باللغة العربية شباب، قاعدة كلش مهمة، اللي هي كل استفهام منفي. شنو يعني كل استفهام منفي؟ يعني الهمزة بعدها وحدة من أدوات النفي. ايش راح يكون نوع الاستفهام؟ حقيقي تصديق. زين، إذا وجدت أم بالجملة هذه أم المنفردة وليست أم المعادلة. زين، آخر الأماكن اللي تأتي بها أم المنفردة تأتي مع أسماء الاستفهام. ما لكم كيف تحكمون، أم هذه أم قبلها كيف، هذا استفهام تصور، صح تصور، لكن هذه الأم هي منفردة وليست أم المعادلة. ليش منفردة؟ لأن موجود اسم من أسماء الاستفهام. ماشي عزيز الطالب؟ عندي شغلة أخيرة، هذه الآية القرآنية من الآيات الحفظ، الحل مالت الحفظة. ليش الحفظة؟
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. القاعدة الاعتيادي إنه أم المعادلة قبلها همزة وبعد الهمزة ماكو أداة نفي. زين هنا همزة بدون أداة نفي. زين يعني رغم هذا إنه هذا الأم هذه منفردة وليست أم المعادلة، فهذه من الآيات الحفظ. هذا استفهام تصديق وليس تصور، لأن أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، هذا الكلام منقطع عن هذا الكلام، فهذه من الآيات الحفظ بالوزاري إن هذا الاستفهام تصديق وليس تصور. ماشي عزيزي الطالب؟ الآن خلصنا موضوع الاستفهام التصديق والتصور. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح ناخذ الاستفهام المجازي إن شاء الله.